قانون عمره أكتر من 70 سنة اتغير، وفي 2032 آلاف الشقق هتتفجر. بس هل المجتمع مستعد للتغيير ده؟ قانون الإيجار القديم كان معمول من الخمسينات، وقتها كان هدفه حماية المستأجرين وتثبيت الإيجار علشان الناس تقدر تعيش في أمان وسط ظروف اقتصادية صعبة. لكن مع الوقت الأسعار اتغيرت، وفي شقق لسه ماشية بعقود قديمة، والملاك مش قادرين يستفيدوا من عقاراتهم، وفي نفس الوقت المستأجرين شايفين إن ده بيتهم وما عندهمش بدائل تانية. دلوقتي القانون اتعدل بشكل نهائي، وبعد 7 سنين في 2032 هتتحرر العلاقة الإيجارية بشكل كامل. يعني الشقة هترجع لمالكها، والمستأجر هيكون قدامه خيارين: يا إما يمشي أو يعمل عقد جديد بقيمة الإيجار العادية اللي في السوق. في ناس شايفة إن ده تصحيح لوضع كان لازم يتظبط، وناس تانية شايفة إن دي خطوة كبيرة ومحتاجة تمهيد أكتر. الواضح إن الدولة بتحاول توازن بين الحقوق، وبتدي فترة انتقالية 7 سنين علشان يتم الاستعداد. لكن التحدي الحقيقي هيكون في التفاصيل. هل هيتوفر دعم الفئات اللي ظروفها صعبة؟ هل هيتم التفرقة بين اللي محتاج فعلا واللي بيستغل؟ قول لي رأيك. هل شايف إن التعديل ده يقدر يحقق توازن فعلي بين المالك والمستأجر، ولا محتاج إجراءات مصاحبة علشان خاطر يتنفذ بشكل عادل للجميع؟ شاركنا رأيك بهدوء، لأن اللي جاي هيأثر على آلاف الأسر. واعمل شير علشان نفتح باب النقاش، وما تنساش تتابعنا علشان تعرف آخر التطورات.